مسلسل سفاح الجيزة عامل قلق جامد. طب هو سفاح الجيزة اللي هو أحمد فهمي هو بيجسد فعلا قصة سفاح الجيزة الحقيقية؟ لا طبعا. هو المسلسل يا دوبك واخد اسم سفاح الجيزة من اللقب اللي أطلقه الإعلام على واحد اسمه قذافي، قالوا عليه سفاح الجيزة علشان كان قاتل 4، لكن قصة المسلسل مستوحاة من قصة المتهم الحقيقي، لكن مش هي نفس قصة المتهم الحقيقي اللي حصلت بالفعل. طب ايه هي قصة المتهم الحقيقي؟ المتهم الحقيقي اسمه قذافي، اسمه كده. قذافي كان بيشتغل في الأعمال الحرة. أول بنت قتلها كان اسمها نادين. نادين دي كان بنت بيحبها أو في علاقة عاطفية معاها، يقال إنها تطورت لعلاقة غير شرعية. وبعد ما دخل في علاقة معاها عينه زاغت على أختها وحب إن هو يروح يتقدم لأختها. فمين بقى